ليس الذكر كالأنثى. هذا الله سبحانه وتعالى اللي قالها، ماشي أنا اللي قلتها. لأن الأنثى كتفكر بطريقة والذكر كيفكر بطريقة. فملي كتمشي عند الذكر كتقول له دكتور أو لا كوتش أو لا أستاذ أو لا عندي وهادي وهادي، وكيعطيك حلول منطلقه من داكشي اللي قرا ومن داكشي اللي عطاوه العلماء. كتكون في الغالب كتكون زوينه ومزيانه، ولكن احيانا لانه نقص عنده الخبره ما عرفش اشنو مناش كتعاني الانثى وشنو داز عليها، والطرق اللي عاشتهم في حياتها، لا من طرف الذكر ولا اللي عايش معاها ولا الاسره اللي عايشه معاها، والضغوطات وفقدانها للحريه كيخليه كيعطي احيانا شي حلول بعيده على الواقع. داكشي بزاف ديال النساء ما تيقدروش يكملوا مع الذكر في لاتيغابي ديالتهم. لذلك كنقول الانثى للانثى والذكر للذكر. ما كاينش اللي غادي يعرف الهموم ديالك ويقدر يزيدك معرفة ويزيدك علم قد الأنثى. أنا ماشي ضد الذكر، أنا الذكر ولادي وراجلي وعائلتي فيها ذكور وكنبغيهم وكيبغيوني، ولكن في لاتيغابي الأنثى اللي عانات بحالي واللي دازت من ظروف بحالي كتعرف أنا أشنو محتاجة. احنا معاك، الأنثى للأنثى.